فاكرين يوم 25؟ فاكرين نزلنا هنا الميدان طالبنا بايه؟ انا نفسي اعرف من يوم ما مبارك تنحى لحد النهارده احنا عملنا ايه؟ ما عملناش اي حاجه. فاكرين مطالب 25؟ فاكرين الشهداء اللي ماتوا هنا في ميدان التحرير كانوا بيطالبوا بايه؟ فاكرين ده كويس؟ ان شاء الله كلنا هننزل يوم الجمعه 27 مايو، هننزل ايدينا في ايد بعض، هننزل بمطلب واحد. عمرنا ما هنهتف ضد الجيش، عمرنا ما هنهتف ضد ابطال اللي قاموا بانقلاب 23 يوليو، عمرنا ما هنهتف ضد الابطال اللي عمرهم ما هيقفوا ضد مطالبنا. شرعيتنا من الشعب، شرعيتنا هنا من الميدان. ان شاء الله ان شاء الله مطالبنا كلها هتتحقق. انا واثق وكلنا واثقين ان الشرطه مش هتكرر تاني اللي عملته معانا يوم 25 ويوم 28، لانهم عرفوا واتاكدوا ان احنا على حق. يا جماعه احنا لو نزلنا كلنا وطلبنا وهتفنا بنفس قوه الهتاف وقوه اصرارنا لما كنا بنقول الشعب يريد اسقاط النظام، هنهتف وهنطالب بمجلس رئاسي جديد بدل المجلس العسكري. كلنا هننزل يوم 28 ايدنا في ايد بعض، مش هنرفع شعار حزب او اي حركه، كلنا هننزل بمطلب واحد. هنقول للمجلس العسكري لقد اديتم دوركم طوال 3 أشهر ماضيه، وحان الوقت الان لوجود مجلس رئاسي يحقق كافه مطالب الثوره. والله الموفق.